جوايا مشاعر متضاربة، شوية يأس، حاسس بالإحباط، شوية زي غضب، حاسس إني عايز أعمل حاجة بس حاسس إن مفيش حاجة في إيدي. بقالي فترة قاعد في البيت فما بتكلمش مع ناس كتير، فحسيت إني عايز أطلع بس اللي جوايا مش أكتر. أول مرة من فترة أقعد قدام الكاميرا وأنا مش محضر اللي هقوله. الموضوع لما بدأ من كام أسبوع، تحديدا يوم 7 أكتوبر، كنت شايف الفرحة والهوجة اللي كانت على فيسبوك والناس 6 أكتوبر و7 أكتوبر. كنت مبسوط من ناحية أكيد، بس كنت شايف إن برضو في مبالغة شوية عندنا تحديدا في مصر. يعني أنت بتتعامل مع شعب قدر إنه يحتل الأرض ومعاه تأييد من أغلب دول العالم بما فيهم أكبر دولة. بتتعامل مع جيش حقيقي مجهز مدرب ومعاه كل تموين الأسلحة اللي في الدنيا مقابل ناس بتسعى إنها تحرر أرضها. طبعا حلو إن دول قدروا إن هم يعملوا حاجة أو يأثروا بشكل من الأشكال، بس أنا ساعتها قمت سألت أبويا أنت عارف اللي بيحصل؟ سمعت عن الأحداث اللي حصلت النهاردة؟ الناس عمالة تهيص على فيسبوك وكأنهم مش متخيلين ممكن ترد بإيه. يعني ما كنتوش متوقعين رد الفعل؟ مش عارف، حاسس ان يمكن الحركة دي كانت حلوة جدا بس ما كانش ليها مستقبل. يعني ما كانش واضح ليها ان هي ايه اللي بعد كده. اللي كان بيحصل على فيسبوك كان نوع من السذاجة المطلقة، اللي هو احنا بنهيص عشان احنا اخيرا عملنا لقطة. اللي جاي ايه؟ طيب مش متخيلين رد الفعل هيبقى عامل ازاي. بعديها بكام يوم كنت نزلت اجيب عيش الصبح، فسمعت الراجل اللي في المكان كان عمال يقول ان اللي حصل ده لقطة جامدة جدا ليهم. ليه؟ عشان هم عمالين يتكلموا على انهم عندهم اجهزة حماية ومفيش دبانة تقدر تعدي، وشوف ربك اراد ان ايه، شوية ناس يخشوا بشوية اسلحة يدوية ويخشوا يعلموا عليهم. طب ده ما يشغلش عندك حتة الشك مثلا، نظرية المؤامرة شوية مثلا، ان يكون هم اللي سابوهم يعملوا ده عشان يقدروا انهم يعيشوا دور الضحية زي ما هم عايشينه دلوقتي، ويبقى عندهم مبرر لإبادة هذا الشعب اللي هو شوفوا دخلوا علينا وقتلونا وهجمونا وعملوا وبتاع. ايه يا جماعة ده؟ احنا مظلومين يا نهار ابيض. وطبعا معاهم الاعلام العالمي ومعاهم اغلب منصات التواصل، بيعدوا الكلام اللي بيعجبهم وبيعدوش الكلام اللي ما بيعجبهمش. انت متخيل ان احنا بنقعد نتخانق اللي هو انا علمت على الالجوريزم بتاع فيسبوك؟ لا عيب عليك. ايوه طب ما هو انت، هل انت وصلت حاجه؟ هل هو ده الحوار دلوقتي ان انت قدرت تغلب الالجوريزم بتاعهم؟ طب ماشي غلبته، وصلت بقى الكلام ده وصل فعلا للناس اللي انت محتاج ان هو يوصل لهم؟ كان في واحد كده اللي هو عارفين انتوا في حاجه كده معروفه مؤخرا ان انت تفتح ابلكيشنز اللي هي تكلم ناس في دول تانية، فكان واحد بيكلم البنات في اسرائيل او بيكلم الناس في الدوله دي ويقول لهم ايه اللي بيحصل عندكم دلوقتي، فتقول له ده احنا متبهدلين والقضايا والناس اللي بتموت ومعرفش ايه، فيقول لها عندك حق، انا بجد بجد زعلان على فلسطين. راح قالب وشه بابتسامه ومشغل مزيكا قصف الجبهه، والبنت تقعد ايه ده انت بتقول ايه وبتاع، ويروح قافل الفيديو. كده انت انتصرت؟ عبس، انت اصلا بتتخانق مع الشخص الغلط. غالبا البنت دي ما تعرفش اي حاجه. يعني انت دلوقتي بتكلم ناس من جيل سنه 20 سنه بقضيه بقالها 70 سنه. انت نفسك القضيه اتحكت لك ما عشتهاش، فتخيل هم بقى اتحكى لهم ايه، يعرفوا ايه هم عن اللي بيحصل. يبقى الحل ان انت تخش فعلا تتكلم معاهم بس تفهمهم، وبعد كده لما يبقى ليهم رد فعل بعديها نتكلم. يعني هم اصلا مش فاهمين حاجة، هم ما درسوش في تاريخهم، ما وصلت لهمش معلومة، يمكن ما يعرفوش اصلا ان هم واخدين ارض بتاعت حد. هم مش فاهمين ايه اللي بيحصل. هو كل اللي بيتقال لهم ان في ارهابيين داخلين علينا وبيضربونا بدون اي سبب، وده نفس اللي العالم بيقوله. عشان كده فكرة أصلا الدعم بتاعت الناس الكبيرة، أنا كان عندي مشكلة مع فكرة إن هم يخشوا يدعموا بفكرة أنا بدعم فلسطين بس. لأ، هو مش ده الفكرة. أنا محتاجك تشرح. أنت عندك صوت حد زي بيج رامي مثلا، لما قال إن هو بيدعم فلسطين كل الناس كانت مبسوطة بيه وأنا كمان كنت مبسوط بيه، بس كنت حاسس إن هو طب خلاص اشرح بقى للناس اللي بيحصل، فهمهم اللي حصل من 70 سنة، فهمهم إن الناس دي دخلت زور، فهمهم إنهم خدوا أرض مش أرضهم، فهمهم إنهم كان عندهم علاقات وفلوس وساعدوا في الحرب العالمية، فانجلترا اللي اخترعت الشطرنج عشان كانوا بيحتل دول العالم كده لعب عيال، فاهم؟ فكانوا شايفين إن فلسطين دي إيه بتاعتنا، فأنا هديها لإسرائيل، يلا راك توزع من مال أمك.
الكلام ده لازم يتحكي، لازم يوصل للناس بره. انا عارف ان انا متعصب شويه ومحبط، يعني مش بقول كلام ايجابي قوي، بس احنا محتاجين نتكلم، لان المحبطين بجد هم اللي بيقولوا لك هو الكلام ده ينفع في ايه، هيفرق في ايه يعني. مش فاهمين ان الكلام هو اللي بيغير العالم دلوقتي. انت لما دلوقتي بتيجي تعرف عن تاريخك، بتعرف عنه من الكتب دي عباره عن كلام. لو عايز تدنس الكلام ده سهل قوي على فكره، اقنع ناس كتير بان التاريخ ده غير كده، خلاص يبقى الكتاب ده اكيد فيه مشكله، لان الناس عددهم اكبر بكتير بيقولوا ان الكتاب ده غلط. اوكي، يبقى احنا غيرنا التاريخ. عارف دايما كان بيقولك ان احنا عندنا في المناهج بتاعتنا في حاجات كتير في التاريخ غلط برضه، حاجات متلخبطه وحاجات متشوهه والكلام ده، وغالبا كلامهم صح. والفكره ببساطه انك رحت داسس معلومه خاطئه في منهج تعليمي، فطلعت كل الاجيال الجديده بفكر خاطئ. نفس الكونسبت هو اللي حصل، هم خدوا ارض وبعد كده بداوا يعملوا حصص التاريخ الجميله بتاعتهم بمنهج جديد بيقولوا فيه ان ده شيء عادي، وان مفيش اي حاجه غريبه، وان احنا ما قتلناش حد، او احنا كنا بناخد ارضنا وهم اللي كانوا محتلين، او ان كانت الكذبه اللي الفوها يعني. بس هم كانوا بيغلبوا بالكلام، او بطريقتين: الكلام من ناحيه للناس البعيده، والناس القريبه كانوا بيقتلوهم. الموضوع كان بسيط يعني، نقتل الشعب ده عشان ناخد بيوته، نقتل اي حد مؤيد ليه، نغلبهم سياسه وفلوس. لو انت مش واخد بالك، احنا النهارده دلوقتي لو قلنا ان المؤيدين لفكره ان الارض دي ملك لفلسطين هم العرب، طيب الناس دي لو اتجمعت النهارده وقالت كلها في يوم واحد ان الارض دي لازم ترجع لصاحبها، هل هيكون ليهم تاثير؟ بتهيالي يعني، بس هل اصلا ده ممكن؟ يعني هل فعلا ده هيحصل؟ لان في الحقيقه ان في شويه دول عندها علاقات مع، انت فاهم يعني، حتى احنا منهم بالمناسبه. يعني احنا فكريا ومشاعر بنأيد فلسطين، بس احنا قانونيا احنا عاملين معاهدات، وسياسيا احنا في سلام. منه لله السادات بقى، او مش منه لله قوي يعني، هي العالم كله ماشي سياسه، احنا كان لازم نمشي سياسه زيهم. الدول زي الامارات طبعا طلعت ايدت اسرائيل تقريبا، حاجه زي كده، لان هي لها علاقات كتير قوي معاهم، ليها تعاملات كبيره معاهم. اصلا الامارات نفسها ما بقتش دوله عربيه قوي، يعني انت هناك ما ينفعش تتكلم بالعربي في الشارع اصلا يعني حاجه في منتهى السخريه اللي في الدنيا يعني. بس خلاص اوكي. مثلا حاجه زي رد محمد صلاح مثلا، انا عارف ان انا متشتت شويه في الكلام اللي بقوله، بس انا بطلع بس اللي في دماغي. الرد اللي محمد صلاح قاله، انا متفهم ان هو عمل كده، بس لو عمله ده مش صح. يعني انا متاكد ان هو اتضغط عليه كتير قوي عشان ما يردش، وبعد كده طب تعالى نعمل رد دبلوماسي قوي، فاهم، محايد. بس هو رد مش منطقي خالص، يعني كانه وافق على تقسيم الارض رسميا. يعني هفترض ان انا محمد صلاح دلوقتي، انا ساكن في عماره وفي واحد قريبي ساكن في الدور اللي فوق، فجه مجموعه من البلطجيه طلعوه من الشقه بتاعته ورموه في الشارع وراحوا قاعدين في الشقه. فبعد كده قريبي ده راح طالع ومتخانق معاهم، فانا كمحمد صلاح رحت طالع واقف ما بينهم في الخناقه دي، وقلت لهم يا جماعه عيب قوي اللي انتوا بتعملوه ده، يا ريت نبطل خناق. ايوه طب وشقه قريبي؟ يا جماعه يا جماعه بقى، يعني عيب منظرنا قدام الناس دلوقتي، الارواح كلها معرفش ايه يابا. وقريبك صاحب البيت وانت عارف ان هو صاحب البيت، ولا ما بقتش عارف، ولا ايه حكايتك؟ انا عارف ان انت هتتهاجم بشكل كبير، سواء من الناس دول اللي هم او من العرب حتى دلوقتي زي ما هو حاصل يعني، وانت كنت بتحاول توصل لرد يرضي الاثنين عشان ما يحصلش عليك هجوم باي شكل من الاشكال. انت مش عايز تبقى طرف من الخناقه، وانا مقدر ده، بس ده ضعف منك من الاخر يعني. اصل في حاجات كتير احنا ما بنختارهاش في الدنيا دي، انا ما اخترتش ان انا اكون قريب الشخص ده. انتوا عارفين مثلا الموضوع برضو بتاع باسم يوسف؟ بالمناسبه باسم يوسف كان بيبرر لمحمد صلاح اللي هو فيه، لان كل واحد ليه موقف مختلف عن التاني، وان ده حاجه غصب عنهم ومش حاجه سهله وكل الكلام ده، وهو عنده حق وانا مقتنع بيه تماما، ولكن ستيل هو موقف ضعف. وبرضو ممكن اديكوا سبب يخلي باسم يوسف يتكلم بالصراحه دي ويعافر بشكل كبير عشان القضيه دي. هو نفسه اول ما بدأ يتكلم في اللقاء اللي هو عمله على ان هو عنده حد من قرايبه عايش هناك، فهو عمليا اقرب بكتير. يعني لو مثلا انا في واحد صاحبي امه ماتت، رحت وعزيته تقديرا مني والاصول عشان هو محتاج ناس تقف جنبه في الوقت ده وكل الكلام ده، بس مش لازم اعيط يعني، فاهم؟ هي ما كانتش قريبه مني قوي كده،
فاهم؟ انا ما عشتش معاها كتير، او اللي هو ممكن اكون قابلتها مره او مرتين في حياتي بس، فاهم؟ ما فيش ما بيننا العشره اللي تخليني اعيط، فاهم؟ لكن لما يكون اللي مات ده حد قريبي انا عشت معاه، ساعتها انا ممكن اعيط لان هو قريب مني كفايه. ده نفس الكونسبت حصل مع باسم يوسف، لان اغلب الناس زعلانين على اللي بيحصل في فلسطين، بس هم ما عاشوهوش، ما يعرفوش حد عايشه، ما يعرفوش حد بشكل شخصي قوي يعني، فاهم؟ صديق قريب او على حاجه زي كده. باسم لما طلع اتكلم ان هو عنده واحد قريبه عايش هناك، ففعليا هو عايز يلحقه، هو حاجه مهمه جدا بالنسبه له، فهو دعمه للقضيه اكبر بكتير من اي حد عادي، فاهم قصدي؟ مش عارف انا محتاج اقول ايه او احنا المفروض نعمل ايه. الكلام قل عن اول كام يوم. وبالمناسبة اللقطة اللي احنا عايشينها دي حصلت قبل كده في كذا فترة على مرور التاريخ يعني، يمكن دي أشهرهم وأظهرهم لأن بقى في وسائل التواصل والموضوع بقى سهل الانتشار بالطريقة اللي احنا عايشينها النهاردة، ولكن اللقطة دي حصلت قبل كده. اللي يضايق ان كل اللقطات اللي فاتت انتهت بسكوت، ترند خلص وجي ترند تاني وتمام، الموضوع انتهى. ايه بقى، هنستنى الترند اما يخلص؟ انا حاسس ان لو الترند ده ما خلصش ده ممكن يفرق، ممكن ده يخلينا نقدر نتحرك في وقت من الاوقات، ده ممكن يشجع العرب ان هم يقربوا من بعض في يوم ويتجمعوا، وساعتها يبقوا قوة قادرة انها تأثر. احنا زي اللي مربوط في اوضة مقفول عليه عمال يزعق وبيخبط، انت صوتك مش واصل بره، الاوضة دي فيها عزل صوت لان هم اصحاب الاوضة وبيسمحوا بالكلام اللي هم عايزينه يوصل لبره، والكلام اللي ما بيعجبهمش بيفضل موجود. فانت في اوضه مقفول عليك وصوتك مش طالع لبره، هتموت في الاوضه وانت يائس ولا تموت وانت بتحاول تخرج؟ وخلي بالك ان الاتنين نهايتهم موت، بس واحده منهم وانت بتعافر لما تقف بين ايدين ربنا تبقى عندك حاجه تقولها له، واحده تانية هتبقى مكسوف ما عندكش حاجه تقولها. انا كنت جبان يا جماعه، كل اللي عملته ان انا دورت على نفسي او يأست او فبالنسبه لي انك تموت وانت بتحاول احسن بكتير. معرفش لو انت متفق معايا او لا، بس كده.